وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه ومن خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من الأعمال الصالحة ما يرضى به عنا، وأن يستعملنا فيما بقي من عمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح أحوالنا وارفع درجاتنا وتقبلنا عندك في الصالحين يا رب العالمين. حياكم الله جميعا أيها الأحباب. هذه الليلة كم في رمضان؟ 14. ليلة 14 من رمضان. أنا خلاص دخلنا على الليلة القادمة ليلة 15، دخلنا على النصف من الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لنا تقصيرنا ويستعملنا في الأيام الباقية إن شاء الله رب العالمين بما يرضيه يا رب العالمين. قالوا جاحظ من علماء الأمة العربية المشهورين في علم البيان واللغة والأدب والبلاغة، من أشهرهم في هذا الباب، وسمي بالجاحظ لجحوظ عينيه ربما من كثرة القراءة والاطلاع. عاش بين الكتب وكان فقيرا معدما وكان ذميم الخلقة. عاش حياته كلها بين الكتب، يقرأ وينقد ويتصفح ويكتب ويؤلف حتى شل في آخر عمره، فكان يجلس على الكرسي بين الكتب. وفي يوم وهو يأخذ كتابا من رف كتبه وقع عليه صف الكتب فقتله، فسمي دفين الكتاب أو دفين الكتب. وقعت عليه كتبه فقتلته فمات تحت الكتب. عاش بين الكتب وعاش لأجل الكتب ومات تحت الكتب. لا يضره هذا، وإن كان ذميم الخلقة وإن كان فقيرا معدما وإن كان مات شليلا، إلا أنه سجل اسمه في الناجحين وقدم تراثا لم يسبقه أحد إليه، وإلى الآن لم يكتبوا مثله في علم البلاغة والبيان والبديع مثل الجاحظ عليه رحمة الله. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يعلمنا ما ينفعنا. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير وإن التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. قيمة المرء صغرا وكبرا، عزا وشرفا، قيمة المرء تكون بحسب أخذه من هذا الباب، باب العلم اللي هو أول ما نزل من كتاب الله عز وجل. ما زلنا أيها الأحباب مع أهمية العلم ومكانته في هذا الدين العظيم في الإسلام. بالأمس القرآن الكريم حدثنا عن 5 مقاييس لاهتمامه بقضية العلم. حد من الإخوة الكرام يذكرهم ال5 أو كل واحد يذكر واحد؟ ذكر القرآن الكريم 5 ملامح تدل على أنه مهتم بقضية العلم وأن لها مكانة في الإسلام والقرآن الكريم. نريد كده أن نذكر بعض ال5. أنه أقسم بأدوات العلم، والقسم دليل اهتمام. أول ما نزل وكون أن يبدأ به دليل اهتمام. 3 علم بالقلم، وكنا قسم بالعلمون والقلم وما يسطرون. وبدأ به كده 2. 3 أنه قارن بين العالم والجاهل فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والمقارنة دليل اهتمام. 4 الله سبحان الله، أكبر قضية في الوجود كله التوحيد، الله أشهد عليها 3: ذاته سبحانه وتعالى وملائكته ومن البشر أولو العلم فقط. 4 أو 5 حجم ذكره في القرآن الكريم. 5 حجم ذكره في القرآن. بنتكلم عن ما يقرب من 1000 موضع أو أكثر من مواضع القرآن تتكلم عن العقل والتفكير والتدبر والعلم والتعلم والتفقه والمعرفة. أكثر من 1000 موضع، ما في كتاب في الدنيا أعطى هذا الحجم للعلم بمثل القرآن الكريم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هنقف مع موضع واحد فقط، وحقيقة يعني هو موضع وهنختصره، وإلا هو يستحق أكثر من ليلة مع هذا الموضع فقط، ويعطيك مدى مكانة قضية العلم. وأيضا إحنا أنفسنا نرى أنفسنا هل إحنا مهتمين بها ولا لسه مهتمين بها. مدى اهتمام الإسلام بقضية العلم لك أن تتخيل، ولله المثل الأعلى. أعطيك مثل يقرب الصورة ثم الشيء. لو أن رئيسا ألقى بيان
ألقى خطاب سياسي. جماعة المحللين أما يجي يحللوا الخطاب السياسي بيبحثوا عن أكثر الألفاظ اللي تكررت في خطاب في خطاب هذا الرئيس، فيبحثوا علشان يقيموا شخصيته ويروا إن هو رجل بماذا يهتم، فيبحثوا عن أكثر المفردات. شفتوا مرسي أول خطاب ألقاه مرسي ربنا يحفظه في مصر، أول خطاب ألقاه، فطلع المنصفين قيموا الخطاب تقييم معين، وطلع المعارضين قيموه بخطاب معين. فعلى سبيل المثال المعارضين لما قيموا خطاب مرسي بعضهم سمعته طلع يقول إيه؟ يقول أكثر الألفاظ تكررت على لساني يقول أهلي وعشيرتي، وكلمة أهلي وعشيرتي كلمة من الكلمات الجاهلية، فهو سيعود بنا إلى العصر الماضي وإلى الجاهلية. ليه؟ لأن الرجل تكرر على لسانه كثيرا أهلي وعشيرتي، وكلمة أهلي وعشيرتي كلمة بدائية لا تتناسب مع العصر الحديث. قيموه من حيث إيه؟ من حيث ألفاظه أو أكثر المفردات. أنا أريدك أن تذهب الآن بذهنك وفكرك وعاطفتك وإيمانك وقلبك وكلك إلى أول خطاب بين الله عز وجل وخلقه حدث في تاريخ البشرية كلها. أول خطاب حصل بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، بين ملائكته وأول البشر من أبونا آدم عليه السلام. أول خطاب حدث بينهم، بين الله سبحانه وتعالى وملائكته. تصور هذا الخطاب عما يدور. أول خطاب يدور بين، لك أن تتخيل هذا أول كلام يقال في تاريخ البشرية بين الله سبحانه وتعالى وبين أبينا آدم عليه السلام وبين ملائكة الله سبحانه وتعالى. تصور هذا الخطاب عما يدور. لك أن تتخيل هكذا. استحضر الصورة بذهنك هكذا، استحضر الصورة بذهنك وارجع إن أول خطاب يقال ماذا يقول؟ ويسطره القرآن الكريم، يسطر هذا الموقف ويسطر هذا الخطاب، خطاب وحوار وتشاور، حوار دار بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة وبين أبينا آدم عليه السلام. القرآن الكريم يسجله لنا في ثاني سورة في القرآن الكريم، وأول قصة تذكر في ترتيب القرآن على الإطلاق. أول قصة تذكر في ترتيب القرآن وثاني سورة في القرآن وهي سورة البقرة، ويبدأ بها القرآن الكريم. أول قصة يبدأ بها القرآن، وأول قصة تحدث في تاريخ البشرية، وأول حوار يحصل. اتصور قضية العلم كم تأخذ في هذا الحوار. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نقرأ أول 3 آيات في أول قصة ذكرت في القرآن الكريم من الآية 30 للآية 33. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال، يعني لو نقرأها مع بعض كده يكون أجمل. اقرأها وأنت تستحضر الموقف وتعيش الموقف. هذا الخطاب كان أخذ من الاهتمام. خلي بالكم يا أخواني، هذا التوصيف لسيدنا آدم لم يرد في أي كتاب دين غير القرآن. كل كتب الدين تخيلت سيدنا آدم بتخيلات معينة، وغير كتب الدين تخيلته بتخيلات مهينة. أحيانا يتخيلوا قرد ولا يتخيل أبو البشر شكله إيه. إنما تصور ما وصف سيدنا آدم بهذا الوصف، وصف العلم وميزة العلم، غير القرآن في كل كتب الدين أو غير كتب الدين. تعالوا نقرأ الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض يلا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما
ما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها مباشرة وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. تمام؟ بوقفة من التأمل سريعا عشان ما ناخذ وقت طويل. تدبرية مع الآيات في قضية العلم فقط مش القصة. لو نظرنا للمفردات كلمة العلم كمفردات اللي تحتها خط أزرق هي كلمات العلم هنا كم مرة؟ عدوها كده كم؟ 7 8 حد يزيد 8. ولو زودنا عليها الآية اللي قبلها وهي مرتبطة بها مباشرة خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. 8 مرات 8 مرات في 3 آيات. أول موقف يحصل بين الله وخلقه في التاريخ وأول خطاب 8 مرات تيجي قضية الإيه؟ قضية العلم. ده واحد. 2 إيه الآية اللي قبلها مباشرة؟ خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم الخطاب لمين؟ للإنس للناس لبني آدم. خلق لكم ما في الإيه؟ ما في الأرض جميعا. ما في الأرض جميعا مخلوق لمين؟ لكم. تمام؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. طيب لما خلق لكم ما في الأرض جميعا أعطاه لكم معناه إن مطلوب منكم الإيه؟ التعمير. مطلوب منكم التعمير إن تعمروا هذه الأرض. ما هو خلقها لكم. الكون لي ولخدمتي قد سخر ولمن أنا للذي خلق الورى استعمركم في الأرض فينظر كيف تعملون. هو استخلفكم واستعمركم في هذه الأرض وملككم كل شيء. سخر لكم الجبال والبحار والمحيطات والأرض مستوية وغير مستوية كل فيها مسخر والدواب والأنعام كل ما فيها لخدمتك فينظر كيف تعملون. إيه اللي يعينك على إنك تعمر الأرض أو تخربها؟ قضية الإيه؟ العلم. ربطها مباشرة بخلق الأرض لكم. بعدها عنوان الآية هو الاستخلاف. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. خليفة على معنيين عند أهل التفسير. إما خليفة يعني يعمر الأرض باسم الله سبحانه وتعالى في تحليل الحلال وتحريم الحرام فهو نائب عن الله في الأرض. هذا رأي المفسرين. أو خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا في تعمير الأرض جيلا بعد جيل والمعنيين يرجع بعضهما إلى بعض. المهم وظيفتنا في الأرض الاستخلاف كبشر عموما. طيب من هو الخليفة بقى؟ يبقى خلي بالك ربطها بموضوع إنك مستخلف في الأرض. ما تستطيع أن تنجح في هذا الاستخلاف إلا بالصفات اللي وصف بها مين؟ سيدنا آدم. تعالوا بقى نشوف سيدنا آدم بما وصفته الآيات حتى يعمل أمرين. رقم 1 يعمر الأرض خلق لكم ما في الأرض جميعا. 2 مستخلف فيها فيعمرها بكلمة الله بسم الله يعمرها بالحلال والحرام والخير ونفع الناس ومنع الضر. كيف يحدث هذا؟ بالصفات اللي هتيجي بعد كده. فسأل الملائكة. ليس سؤال اعتراض إنما سؤال ربما بمعرفتهم السابقة إن الجن أفسدوا في الأرض فإزاي تفسد فيها؟ وأهل التفسير ذكروا ملمحا آخر. قالت الملائكة بينها وبين أنفسها لن يخلق الله أكرم عليه منا. الملائكة تقول ذلك إن ربنا لن يخلق أكرم منا في الإيه؟ في الخلق. لن يخلق الله أكرم عليه إيه؟ منا. فربنا سبحانه وتعالى خلق مين؟ سيدنا آدم عليه السلام. هم كانوا يتصوروا إن ما يكون أحد أصلح منهم ولا أعبد منهم لله سبحانه وتعالى. قالوا لن يخلق الله أكرم عليه منا. فربنا قال لهم إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. كانوا ما رأوا آدم عليه السلام إلى الآن وما خلقه الله عز وجل. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف الرد على السؤال؟ هم بيسألوا سؤال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فكان الرد بالعلم. قال إني أعلم ما لا. فالرد كان بالعلم. هذا ثالث ملمح. الملمح الأول تعمير الأرض. 2 الاستخلاف. ثالث ملمح إن الرد على سؤال الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم أن سيكون منهم أنبياء سيكون منهم رسل سيكون منهم صالحين سيكون منهم علماء وطبقات علماء يعمروا هذه الأرض.
ويكونون أصلح من الملائكة. فعند جمهور أهل السنة أن المتقين والصالحين من بني البشر هم أعلى درجة من مين؟ من الملائكة. فكان أهل العلم أعلى من الملائكة والصالحين أعلى من الملائكة. كانوا يقولون ما يخلق الله خلقا أكرم عليه منا، فالله قال إني أعلم ما لا إيه. فظهر بعد ذلك من بني آدم، مع إن الذي قاله الملائكة حدث يفسد فيها ويسفك الإيه؟ الدماء، ولكن أمام هذه المخاطر البسيطة والإيذاء الذي حصل سيحدث خير كثير. هيكون هناك أنبياء من هؤلاء البشر، هيكون هناك رسل من هؤلاء البشر، هيكون صالحين، هيكون علماء وطبقات أهل العلم من هؤلاء البشر، سيكونون أعلى درجة من هؤلاء الملائكة ويعبدون الله عز وجل، مع إن أمامهم غرائز وشهوات. أما الملائكة فليس عندهم غرائز وشهوات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثالث ملمح رد الله على سؤال الملائكة، قال إني أعلم ما لا إيه تعلمون، وعلم آدم الأسماء إيه كلها. رابع ملمح أراد أن يعطيهم أن آدم أفضل منهم. كيف يكون ذلك؟ فعلمه الأسماء، علمه الإيه؟ الأسماء، وبعدين طلب منهم أن يذكروا هذه الأسماء. قالوا لا علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم. فلما عجزوا أظهر لهم عجزه، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. لم ينبئهم هو سبحانه، إنما هو يريد أن يبين لهم الفضيلة اللي موجودة في مين؟ في آدم، والميزة اللي موجودة في آدم. قال أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ ألم أقل لكم؟ فظهر بذلك عجزهم، وظهر بذلك فضل من؟ فضل آدم عليه السلام. لماذا فضل آدم ها هنا؟ بالعلم، بعلم الأسماء ها هنا. إذا ربطها بتعمير الأرض، وربطها بالاستخلاف، ورد علمه أن سيكون من هؤلاء من هم أفضل منكم بالعلماء والأنبياء والصالحين والمرسلين. ثم أظهر عجزهم أو رفعة درجة آدم عليهم بالعلم. رابعا أو خامسا الله قارن بين آدم ومين؟ والملائكة. لاحظ، قارن بين آدم وده دليل إيه؟ دليل رفعة العلم، إنه رفعوا عليهم بالإيه؟ بالعلم. 5، سيدنا آدم فيه من صفات الكمال والجمال الكثير. من الذي خلقه؟ خلقه بيده، خلقه على صورته، نفخ فيه من روحه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فيه صفات كثيرة جدا من صفات الجمال، كما سيدنا يوسف أوتي نصف الإيه؟ الجمال، مش كده؟ ولكن جماله لم يمنعه أن يدخل الإيه؟ السجن. اللي خرجوا من السجن وجعلوا في الوزارة من؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني جميل ولا إني إيه؟ حفيظ عليم. علمه هو الذي جعله في المكانة، صح؟ ما خرج من السجن إلا بعلم التأويل وبما عنده من علم ينفع الناس. عنده صفات كثيرة، إنما اللي نفعه مين؟ علمه. كذلك سيدنا آدم فيه صفات كثيرة من الممكن أن يمدح بها، لم يمدحه الله بأي صفة غير صفة الإيه؟ غير صفة العلم. وبالتالي مهما كان عند الإنسان من إمكانيات مادية، من جسم، من جمال، من كرسي، من مادة، من منصب، من أولاد، من ذرية، من حسب، من نسب، كل هذا لا يعتز به. وما يعتز بإيه؟ لو كان قدر المرء جسما لاحجا لسمى عليه الثور بالبنيان. لو كان يقاس الإنسان بالجسم كان الطور يبقى إيه؟ أحلى منه وأقوى منه. لو كان قدر المرء جسما لاحجا، لا عقل يعني، لسمى عليه الثور بالبنيان. إنما قدر المرء عقلا لا جسم، علم وفهم ليس منظر وشكل. فالله لما مدح آدم لم يمدح، مع إن في صفات جمال كثيرة لم يذكر منها صفة، ذكر صفة الإيه؟ العلم. ولما ميزه على مين؟ على الملائكة. ولما رد وميزه بالعلم، ولما رد على سؤال الملائكة رد بالعلم أن سيكون من ذريته علماء. وربط قضية العلم بتعمير الأرض، وربطها بالاستخلاف، وأخطر من ذلك ربطها مباشرة بعدها بسجود الملائكة. بعد ما وصف آدم بالعلم وأظهر للملائكة فضل آدم عليهم ودرجته عليهم بالعلم،
بعدها مباشرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وردت 6 مرات في القرآن الكريم قضية سجود الملائكة لآدم عليه السلام. في 5 مرات منها من ال6 يذكر قبلها أو أثناءها أو بعدها قضية العلم، كما هنا يذكر قضية العلم والاهتمام به، بعدها مباشرة يأمر الله الملائكة بأن تسجد لآدم. وكما في سورة طه اللي سيبدأ فيها الشيخ الآن في آخر سورة طه وقل رب زدني، وبعدها الأمر بالسجود لآدم. وبعد الأمر بالسجود لآدم قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. تقريبا في 5 مواضع من ال6 التي أمر فيها الملائكة بالسجود لآدم كان فيها ارتباط بقضية العلم أثناءها أو قبلها أو بعدها، دلالة على إن ميزة من اللي ميز بها آدم على الملائكة، وبالتالي أمروا بالسجود له قضية العلم. لك أن تتخيل أول حوار يكون بين الله عز وجل وبين خلقه يكون دائر حول هذه القضية. متصور حول قضية العلم. والله يظهر قيمة أبونا آدم عليه السلام وفضله على كل المخلوقات الأخرى بهذه القضية، مع أن فيه من الفضائل الكثير. وأول خطاب يكون مهتم بهذه القضية، وأكثر لفظة تتكرر فيه 8 مرات هي هذه القضية. واربطها بتعمير الأرض، يعني لن تعمر الأرض إلا بالعلم، وبالاستخلاف يعني لن ننجح في خلافة الأرض وإصلاحها إلا بالعلم. واربطها بسجود الملائكة لآدم، يعني ما في فضل لبني البشر إذا جهلوا، ما في قيمة لهم إذا جهلوا، حتى لو كانوا مسلمين ما في قيمة لهم إذا جهلوا. قيمتهم التي ترفعهم فوق درجة الملائكة هي قيمة العلم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ما القرآن يعطيها، ما زالت الآية تعطي الكثير من الملامح والمفاهيم، ولكن بعد ما يعطيها القرآن كل هذا كم يأخذ قيمة العلم عندنا وحجمه عندنا، كم يأخذ اهتمامه في تفكيرنا، كم نقرأ، كم نشتري من الكتب، كم تأخذ الكتب في هدايانا نصيبا. متى أهديت مرة من المرات كتابا، وفي المقابل كم مرة أهديت طاجين وكسكسي ومشمشية متى أهديت كتابا، متى أهديت شريطا. كم يأخذ من وقتي كل يوم، لكن يأخذ من القرآن أول قصة وأول موقف في أول قصة وأول حوار يحصل في التاريخ كله يكون حوالين قضية العلم، ثم لا يأخذ في حياتي نصيبا. ما أستطيع أن أنا أعمل في هذه الحياة. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. En nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, y la paz y las bendiciones sean con nuestro queridísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo primero que nos ha recordado el Sheikh Muhammad Ali es que mañana será ya la noche del día 15, así que cada uno de nosotros tiene que reflexionar y autoevaluarse a ver cómo vamos en el Ramadán, porque ya ha pasado casi la mitad del mes de Ramadán. Además nos ha recordado que ayer estuvo hablando de la importancia del saber y nos ha dicho que lo que más da valor al ser humano es el saber, y nos ha dado el ejemplo del Jahel. Había un sabio conocido como el Jahel que era un hombre mayor, discapacitado, un hombre pobre, y aún así leía mucho. Incluso él murió por un accidente, quiso coger un libro y se cayeron todos los libros encima de él, y fue así su muerte. Sin embargo, aunque era una persona pobre, una persona no muy guapa de rostro, sin embargo su valor era por el saber. Hoy toca hablar de la primera conversación que hubo en esta tierra, la primera conversación entre Allah y un ser humano. Esta conversación ha sido recogida en la segunda sura del Corán, en la sura del Baqara, y es la primera historia de la cual ahora habla el Corán. En la ayah 13 del sura del Baqara dice Allah: y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a poner en la tierra un representante mío, dijeron, ¿vas a poner en ella a quien extienda la corrupción y derrame de sangre, mientras que nosotros te glorificamos con la alabanza que te es debida y declaramos tu absoluta pureza? Dijo, yo sé lo que vosotros no sabéis. Y enseñó a Adam todos los nombres de los seres creados. Luego mostró a estos los ángeles diciéndoles, decidme sus nombres si sois veraces.
Dijeron: gloria a ti, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado. Tú eres en verdad el conocedor perfecto, el sabio. Dijo: Adán, diles sus nombres. Y cuando lo hubo hecho, dijo: no os dije que conocía lo desconocido de los cielos y de la tierra, así como lo que mostráis y lo que ocultáis. Si nos fijamos un poco en estas primeras aleyas de la historia, lo que primero llama la atención es que la palabra saber, enseñó, la familia del saber aparece 8 veces. Además, justo la aleya que viene antes nos dice que Allah ha creado esta tierra para el ser humano. Entonces Allah nos ha creado toda esta tierra para nosotros, primero para que vivamos en ella, y segundo, ¿por qué? Pues para que el ser humano sea el califato de esta tierra. Luego Allah nos enseña cómo puede el ser humano ser un califato, qué es lo que tiene que hacer para poder representar a Allah en esta tierra. Entonces la respuesta es el saber. Los ángeles le preguntaban a Allah: ¿vas a dejar en esta tierra a alguien que derrame sangre? Porque ellos se pensaban que Allah no iba a crear a nadie mejor que ellos. Sin embargo, Allah les contestó: yo sé aquello que vosotros no sabéis. Les contestó con el saber. Y además, lo primero que hizo es demostrarles que Adán conocía los nombres, que Adán era superior a ellos. ¿Por qué? Por el saber. Además, el Sheikh nos ha recordado que Yusuf, el profeta José, la paz sea con él, era una persona muy guapa. Allah le dio la mitad de la belleza. Sin embargo, así entró a la cárcel. Y lo que le hizo salir de la cárcel no es su belleza. Sin embargo, lo que le hizo salir fue el saber. Salió de la cárcel y fue ministro de Egipto, ministro de Economía de Egipto, gracias a su saber. Y por último concluye el Sheikh diciendo que gracias al saber Allah ha preferido a Adán, y además ha hecho que los ángeles se postren delante de Adán. ¿Por qué? Pues porque él tenía el saber. El valor de la persona depende de cuánto esta persona sabe. Barakallahu fikum wa jazakumullah.